هو كان بيحب قوي يدي كل واحد حقه. يعني انا واخده حقي كزوجه من كل ناحيه، فما فيش داعي ان انا اتدخل في شغله. بس كانوا بيقولوا السيدة الأولى تتدخل وكان لها ما تأثير ظلمت كتير جدا جدا. لا، في حاجات كتيرة قوي مش خاصة بيا ومش خاصة بشغلي ما تدخلش فيها خالص. لحظات العبور والنصر كان فيها لحظة حزن عند الرئيس السادات لما في الطلعة الجوية الأولى توفي شقيقه عاطف. عرفته الأول ولا هو عرف؟ هو أعتقد عرف هو جوه غرفة العمليات، حكوا لي كان في حد من القادة بيحكي لي، ولا عرف في البيت؟ مش عارفة. لا، أنا اللي قلت له. قلتي له؟ أنا كنت في الطيران، مستشفى الطيران، وهم اللي قالوا لي الضباط. قالوا لي إحنا شفنا الطيارة بتاعته وقعت واتحرقت. فجيت البيت، جيت يعني الطهرة، قصر الطهرة، وقلت له على فكرة في بيقولوا ان كان هو يحبه جدا، كان اخوه الصغير لكن كان يحبه زي ابنه يعني. فقلت له بيقولوا عاطف مفقود. فحتى انا قلت ايامها للرئيس مبارك يقول له، فقال لي يعني حد تاني من العيله قولوا له انتوا، يعني طبعا ما حدش عايز يقول له. ما حدش عايز يقول له. والمشير احمد اسماعيل برضو قال لي نفس الكلام، احسن حاجه قوليها له انت بطريقتك. فقلت له بيقولوا مفقود. هو طبعا نبيه جدا ذكي، فهم. بعديها بشويه قلت له يظهر يا انور انه استشهد. والله رد قال لي كلهم اولادي. يعني مش مساله ان هو اخوه، فرق بينه وبين اي عسكري، مش هقول لك ضابط، عسكري يستشهد، لا مفيش فرق عنده. قال لي مع انه كان غالي عنده جدا طبعا. قال لي يعني كلهم اولادي، وعشان مصر لازم نضحي كلنا.